ايه القطة الشقية دي؟ احنا متعودين كل فترة نفصل بحكاية عن كلب او قطة. النهاردة هنحكي حكاية القطة الشقية دي. مساء الفل يا حلوين. رحت لصديقي ابو رامز في المحل بتاعه، واول ما دخلت لقيت القطة الصغيرة دي بتجري عليا، واول ما قعدت طلعت على رجلي وقعدت تلعبني. كنت عايز اقول لها ان انا مرتبط بس خفت احرجها، فقلت العب معاها وخلاص، ربنا يستر بقى ومحدش يخبص عليا. المهم ابو رامز راجل طيب بيحب القطط وهم كمان بيحبوه، ودايما قطط الشارع بتجيله عند المحل وهو بيحط لهم اكل وميه، لا وكمان ما بياخدش منهم فلوس. وفي مره قطه حلفته بالغاليين عشان ياخد منها تمن الاكل وهو مرضيش، فمشيت ورجعت له وهي عازمه قطط الشارع كلها عنده حفله بقى. المهم انا لقيت القطه الشقيه دي منتشره عنده في المحل وهو بيعاملها كانها بنته. انا استغربت ان القطه صغيره وامها مش معاها، فسالت ابو رامز وقلت له ايه حكايه القطه دي؟ ايه بقى ابو رامز حكايه القطه دي؟ القطه دي يا سيدي امها جابتها في بقها وهي لسه والداها، كانت عايزه ايه تخبيها، فالمحلات هنا كلها تبقى تضربها. انا شايفها لما جيت عندي قلت لا خليها، دخلتها عندي قعدت بقى جوه عندي. هنا كان في عندي تلفزيون الشاشه بتاعته مش موجوده، قعدت جواه بدات ترضعها يومين كده. لا ما كنتش اعرفها خالص، دي هي جايباها بقها عايزه مكان، كانت عايزه مكان وهي لحمه حمرا كده. المهم بقيت اكلها كل يوم لحد ما شعرها كبر وبتاع، وبعدها خدتها عندي في يوم، خدتها يوم عندي في البيت. ام رامز قالت لي لا مش عايزاها، رحت رجعتها هنا. كانت بتدور بقى عليها ايه القطه، تيجي تدور عليها مش لاقيها. اول ما جبتها فضلت تبص فيها والحكايه والروايه وتلحسها ومشت، ما جتش تاني. ده الكبير كبيره امها بتاكل وتشرب، بتاكل وتشرب ونطمنوا عليها. فمشت بقى صغيره خالص. كانت لحمه كده. بص كبرت، ما هي تعرفنيش غير انا بس، يعني ما شفتش غيرها. هي ما تعرفش غيرك انت. فعشان كده متمسكه قوي. والعد ده برضه حب، والنطح كده حب. دي كده بتقول لك بحبك والله. هو شافك جاب لها اكل وبتاع. جاب لها بيزي وجبنا مثلثات، بس جاب لها جبنه دي مثلثات. كل دي جبنه عشانها؟ عشان والبيبي ده عشان الجبنه، عشانها وعشان القطط التانية. بعمل لهم سندوتشات جبنه القطط التانية. القطط التانية الكبيرة. لكن دي بقى كلها حاف كده عشان لسه صغيرة. والجبنة برضه تاكلها كده عشان لسه صغيرة. ما تاكلش عيش. أنا ببقى مبسوط لما بأكله وأشربه، بس أول ما باجي دي تروح جاية طالعة على كتفي تفضل تبص فيا وبتاع، والقطة الكبيرة تخش العربية جوه من الشباك وتفضل تبص فيا، وراجل ما افتح الباب تفضل تنط على ايدي وبتاع كبيرة. دي اول ما افتح تروح ايه طالعة على كتفي، ببقى مبسوط. بيبسطوني يعني. بيبسطوك كأنه عيل صغير. بتحس بسعادة وانت ايوه بقى كأنه عيل صغير بيستقبل ابوه. والله بص اهو هي عارفة كده، بص اهي بتلعب اهي. دي حكاية القطة الصغيرة دي. ماشي يا ابو رامز، شكرا يا ابو رامز. يا ابو يوسف اي خدمة يا ابو يوسف. شكرا ابو رامز على قلبك الجميل، ويا بخت اي حد بيعمل خير. ما تنساش بقى تشترك في القناة عشان تشوف الحلقات اللي جاية، وبقى اتفرج على الحلقات اللي فاتت. سلام.